اجتماعات مكثفة في الأهلي لاختيار المدرب الأجنبي، وموقف جوميز معلق. أكد محمد أبو تريكة أن النادي الأهلي بيسعى لجلب مدرب أجنبي لقيادة الفريق خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وهناك اجتماعات مكثفة لحسم الملف، ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت لحين الاستقرار على المدرب الجديد. وقال أبو تريكة في تصريحاته: كان هناك أكثر من زوم مع مدربين أجانب، وتم عرض العديد من السير الذاتية، وبعضها لمدربين بدون عقود، وآخرون لديهم عقود وفيها شروط جزائية، والأهلي بيدرس السير الذاتية بشكل دقيق، مثلما تم اختيار مارسيل كولر الذي حقق 11 بطولة مع النادي الأهلي. وأضاف تريكا: الأهلي بيسعى لجلب مدرب جيد، ولا يزال هناك دراسة للعديد من الأسماء، ولم يتم تحديد المدرب بشكل نهائي، والملف سيأخذ بعض الوقت طبقا لما علمته. وأكمل تريكا: موقف جوزيه جوميز معلق حتى الآن، مسؤولي الأهلي تركوا أمره حاليا ويدرسون بعض السير الذاتية الأخرى.